السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكه صحيه، كيكه التفاح السهله السريعه، بدون اي سمن ولا زيت، بدون اي دهون، لكن هي طعمها جميل جدا وصحيه وممتازه لكل انواع الدايت وكمان لمرضى السكر. تعالوا نشوف المقادير مع بعض هنعملها ازاي. حابه بس اقول ان انا في حد هداني باللوحه الجميله دي، لوحة أمونة كاتشن، ولكن إن شاء الله هتعمل لنا واحدة جديدة لأكلات صحية للشيف أمونة إن شاء الله. كمان بنوه إن شاء الله أختكم إيمان عندي قناة تاني اسمها أمونة كيتشن، ويا ريت تزوروها، فيها كل الوصفات اللي تحبوها، ولكن هنا وصفات للدايت والأكل الصحي فقط. تمام. بوريكم هنا القالب اللي جبناه الجديد السيليكون ده، ادى شكل جميل جدا، منظر روعه. وكمان الكيكه طريه وتحفه جدا، هتعجبكم. يا رب تجربوها، ولو جربتوها ما تنسوناش في الدعاء واللايك، وكمان تابعوني على التيك توك وعلى الفيس وعلى الانستا وعلى كل المنصات. الشيف امونه. تمام. هنا هنقطعها مع بعض، وهي جميلة جدا جدا جدا، هشة وطرية وخفيفة وصحية وطعمها جميل جدا جدا. انا اكلت من الكيكة دي قطعتين مع كوباية الشاي بلبن، وكانت حلوة جدا جدا. معايا تفاحتين متوسطين، اي بقى تفاح، احمر اصفر اخضر براحتك، اي تفاح. ثمرتين من التفاح متوسطين زي ما حضرتك شايفة، وكمان قطعتها مكعبات ومن غير مقشر القشر، بالقشر القشور كمان. الياف صحية جدا. نضفنا التفاحة وقطعناها كده زي ما حضراتكم شفتوا، وكمان هنجيب الكبة بقى ونضيف كل حاجة في الكبة. التفاح مع بعض كده، الكبة ممكن بالخلاط، ممكن الكبة سيان براحتك يعني. هنضيف التفاح، ومع التفاح هي بيضة واحدة، بيضة واحدة اللي هضيفها على التفاحتين المتوسطين دول. ولو التفاحية كبيرة خليها تفاحية كبيرة، تمام، على بيضاية واحدة. نشيل قشرة البيض، وكوباية من الزبادي، زبادي عادي يعني، كوباية صغيرة مش كبيرة. الوصفة دي سهلة جدا وجميلة جدا. كمان هحط 4 معالق من الشوفان، شوفان الحبة الكاملة، مش ما طحنتوش، مش مطحون يعني. هاتي الشوفان الحبوب الكاملة وخدي منهم 4، المقدار ده عليه 4 معالق من الشوفان. ضعفت المقدار طبعا هتضيفي شوفان اكتر. تمام. هنا كمان حطيت نص من كوباية اللبن، نص كوباية لبن، كان لبن كامل الدسم بالقشطة بتاعته زي ما حضراتكم شفتوا. يبقى تفاح وبيضة و4 معالق من الشوفان ونص لبن، كوباية زبادي صغيرة تعتبر برضو قد نص اللبن، يعني المقدار كله كان كوباية. ممكن تكون كوباية لبن لو ما فيش زبادي، ممكن تكون نص زبادي ونص لبن. هنا بقى بحب مع التفاح القرفة مع التفاح بتدي طعم حلو جدا جدا جدا. انا عامه بحبها، اللي ما بيحبش القرفه بيستبعدها. معلقه صغيره من معالق الشاي مليانه من البيكنج باودر. تمام. بنضيف فانيليا طبعا عشان البيضه. حابه تشيلي القرفه شيليها، ده سكر دايت. ممكن تضيفي عسل ابيض معلقه، ممكن تضيفي دبس البلح اللي هو دبس التمر، ممكن تضيفي اي تحليه طبعا تكون صحيه، بس احنا هنا ضفنا معلقه من سكر الدايت. تمام. هبدأ بقى اطحن. جبت بقى الطقم ده جديد، حابه بقى استعرضه معاكم، حلو جدا لان بنعمل وصفات صحيه وبدخلها في الميكروويف او في الفرن، فبتبقى سريعه جدا. بعمل كب كيك، بعمل مثلا كيكايه لاولادي، اروح عامله واحده ليا كده مش صغيره، كب كيك بالشوفان، اعمل تارت، اعمل اي حاجه صغيره على قدي انا، بتبقى حلوه جدا. الطواجن السيليكون دي حلوه جدا جدا جدا. حسب المقدار اللي انتي هتعمليه هيكون معاكي كام واحده، هما 6 ما شاء الله، حلوين جدا جدا، وبجد يا ريت تجيبوه، لان احلى وافضل كتير كتير من الالمونيا ومن البايركس ومن كل الطواجن اللي جربناها. وكمان بالاحجام الجميله دي، لان الاكل الصحي بيبقى سريع لوجبه واحده مثلا، وانا بس اللي باكل اكل صحي في البيت، فبضطر اعمل حاجه صغيره على قد انا. تمام.
هنا الطاجن ده اكبر طاجن وانا هدهنه عشان انا معرفوش لسه هو نوعيته جيدة ولا لا. عشان اطمن معلقة سمنة بلدي ودهنت الطاجن البايركس ده، الطاجن السيليكون سوري. وهضيف على طول، شايفين في قطع باينة صغيرة من التفاح، مش مشكلة، حلوة برضو عايزينها، هتبقى لذيذة وجميلة جدا. انا حسيت ان المقدار ده محتاج الطاجن الكبير ده او اللي بعد منه، يعني المهم ان هو ايه، عشان اديله مساحة. حسب الكمية اللي عندك هتاخدي الطاجن اللي انت محتاجاه بقى. انا اخدت ده وكان حلو، يعني كان معقول. عشان تقدري تمسكيه وتدخليه الفرن بقى هنجيب صينيه، صينيه ألمونيا عشان بتوزع درجه الحراره كويس جدا، الألمونيا طبعا. هحطه في صينيه ألمونيا وادخله الفرن 180 درجه، واخد مني بالظبط 25 دقيقه، وكان مستوي وكان جميل جدا جدا. زي ما حضراتكم شايفين كده، صينيه ألمونيا فاضيه خالص، وحطيت طاجن السيليكون عشان درجه الحراره تتوزع من الألمونيا، وبجد كانت فكره حلوه وكانت جميله جدا، وطقم السيليكون ده ممتاز. حبيت ادي رشه خفيفه كده فوق الوش كده من الشوفان الحبوب، ممكن تدي رشه سمسم، ممكن تدي اي حاجه بتحبيها ممكن ترشيها فوق الوش، وطلعت جميله جدا من الفرن. تعالوا نشوف بقى. الله، والله العظيم الطاجن ده تحفة جدا 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 جدا. الطقم ده جه حلو جدا، ما بيلزقش الحاجة فيه، وبيسوي حلو جدا جدا، ممتاز. الحمد لله اللي انا اشتريته. حلو قوي، اللي يلاقيه يجيبه، وادى شكل جميل. بصوا شايفين الطاجن لذيذ ازاي، جميل. وحتى لو ما كنتش دهنته ما كانش هيلزق، لان نوعيته جيدة. الحمد لله ان انا جبت الطقم ده. انصحكم تجيبوه لان حلو قوي للي بيعمل اكل صحي. بالمقدار الصغير الكبير هتلاقي اي حاجه انت محتاجاها هتلاقيها. شكل كمان مدي شكل جميل جدا، مش محتاجه ان انت تزوقي ولا محتاجه تدي اي حاجه. شايفين الطراوه هشه جدا وجميله. ممكن بقى صوص شوكولاته لو حابه، ممكن لو حابه تضيفي اي حاجه، بس انا حبيتها كده واكلتها كده مع كوبايه الشاي بلبن، وكانت روعه جدا جدا جدا. يا رب وصفاتي تعجبكم، ويا رب تتابعوني على قناتي التانية أمونة كاتشن، وعلى التيك توك الشيف أمونة، والفيس والإنستا الشيف أمونة. أشكركم للمتابعة، ويا رب أكون عند حسن ظنكم. وكمان ما تنسونيش في اللايك والشير. أشكركم، وفي رعاية الله هبدأ أقطعها معاكم. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت بعملها قبل، يعني كانت الساعه 11 الصبح كده، قبل ما خلصت وصليت، وكانت الساعه حوالي تقريبا 1. اكلت قطعتين لان انا بشرب كوبايه ميه الصبح على عصره ليمون ومعلقه عسل ابيض، وبعد كده ببدا اخد وجبه الفطار بتاعتي. الساعه 1 اكلت قطعتين مع كوبايه الشاي بلبن بدون سكر، ما ضفتش اي سكر خالص. وكانت وجبه صحيه ومشبعه وممتازه، وكمان هتخسي. يعني شوفي بقى، بتاكلي حاجه حلوه وبتشبعي وبتاخدي اللي انت محتاجاه واللي نفسك فيه واللي حباه مع كوبايه الشاي بلبن. بدل ما اخد كيك، اصحى الصبح اخد جاتو او كيك او اي حاجه من المعجنات الفرن، لا انا عملت حاجه صحيه مشبعه وجميله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.